السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال اقولك ازاي لو شريحة النور بتاعتك بايظة وانت عايز تختبرها، يعني عايز تشوفها شغالة ولا لا. عايز يعني لو هو النور عندك بص كده هو مش شغال بالشكل ده، لما بركب الفيشة ما بينورش معايا، فانت طبعا عايز تعرف العيب هنا في البوردة ولا العيب في النور. تعالى بقى اقولك ازاي تعرف العيب في ايه وبكل سهولة. تابع معايا الفيديو. انت طبعا عشان تختبرها الشريحة لازم تفتح الغطا الصغير اللي هو فوق ده اهو بالشكل ده. ايوه الشريحة هتبقى معاك كده بالشكل ده. انت طبعا لازم تختبرها تركب الفيشة كده. ركبت الفيشة بالشكل ده، والشريحة طبعا انت بتلاقي فيها اماكن كده كتير، فانت مش عارف بقى عايز تعرف انهي مكان اللي هتختبر بيه. انا بقى هعرفك الاماكن دي. هنا بقى اول حاجة المكانين اللي هما دول اهو. انا كده طبعا اهو ثبتلكوا الشريحة هنا عشان اوريكوا الاماكن. هنبدأ الاول بالمكانين دول اهو، شايفينهم اللي انا بشاور لكم عليهم اللي في الاول دول مكانين المدخل الكهربي اللي هما واصلين كده على الكهربا دي. يعني اول مكانين هنا هم دول بتوع مدخل كهربي، يعني دول لو حطيت عليهم عادي النور هينور معاك. فانا طبعا هعرفك فين المكانين اللي هتختبر بيهم، وطبعا المكانين دول هتلاقيهم في اي شريحة عندك. هنا المكان ده اهو اللي بعد مدخل الكهرباء، المكان ده والمكان اللي في الاخر ده دول اللي انت هتختبر بيهم، دول اللي بيخلوا النور يتحرك. يعني اهو اول مكان اللي هو المكان ده والمكان ده اهو اللي انا بحطلكوا عليه القلم بالشكل ده اهو. يعني اللي في النص ده ملناش دعوة بيه، احنا هنختبر بده وده، دول اللي بيخلوا النور يتحرك. تعالى بقى نختبرها. طبعا عشان انت تختبرها لازم تركب الفيشة في الكهرباء اهي، اهي كده بالشكل ده. جيب بقى من عندك اي نور ليد، هو لازم نور ليد، لازم نور بس ما ينفعش نور في فيشة من دي في علبة، لا لازم نور ليد او النور اللي هو الفوانيس ده. فانا هوريكم كده هختبر لكم الاول هنا اهو. هنحط على المكانين بتوعنا دول، انا هحط لكم على المكانين اللي قلت لكم عليهم اهو ده وده كده. طبعا اهو النور ما نورش معانا بالشكل ده. نجرب تاني. النور طبعا هنا عطشي، هنا اضاءة ضعيفة معانا كده، بقى تبقى الشريحة دي بايظة اهي. او طالما انت حطيت كده او لقيت النور كده نور معاك اضاءة ضعيفة، يبقى كده خلاص كل سنة وانت طيب الشريحة بايظة. هنجرب لكم على مكان تاني نشوف النور. وطبعا المكانين اللي هما ده وده دول كده اسمهم الطرفين الارض. يعني هو النور ده فيه طبعا 4 اطراف او 5، فيه طرفين مدخل كهربي وطرفين اللي هو بيخلوه يتحرك. فاحنا كده هنجرب لكم على الطرفين الارضي اهو. هنحط واحد هنا واحد هنا. انا طبعا بص لما حطيت هنا على المكانين الارضي النور نور معايا اهو، بس هي الفيشة طبعا بتتهز مني اهو بالشكل ده اهو كده. يبقى هو المكانين الارضي مفهومش اي مشكلة، هما اللي فيهم مشكلة المدخل اللي بيتحرك ده. يعني هو المدخل ده هو اللي مخلي النور كده مش منور. يعني احنا كده عرفنا ان العيب في النور مش في الشريحة. يعني لو كان العيب في النور لو كنا حاطينه كده في المكانين دول كان طبعا النور ده الليد اللي حطيناه كان هينور معانا وكان هيدينا اضاءة متحركة، لكن هو كده منورش معانا كده. طبعا تبقى الشريحة خلاص بايظة مش نافعة تاني.
وكده طبعا انا عرفتك ازاي تختبرها وازاي تعرف الاماكن اللي تختبر منها المكانين ده وده، دول اللي هتختبر بيهم الشريحة. يمكن المكانين الاوليين دول مدخل كهربي، والمكانين دول ارجي. وكده انا عرفتك بقى ازاي تعرف العيب في النور والعيب او العيب في الشريحة. وكده انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.